البلوجر سارة محمد جالها شبكة دهب حلوة جدا، وده من خطيبها الجديد. سعرها يعمل شيء وشويات دلوقتي، ربنا يبارك لها فيها. بس ازاي العريس ما كانش عارف يلبسها السلسلة؟ وليه في ناس من جمهورها زعلوا منها؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت كنا أول مرة نشوف فيديو خطوبة البلوجر الشهيرة سارة محمد من خطيبها الجديد. سارة امبارح نزلت فيديو الخطوبة عندها على صفحتها، واتضح إن خطيبها الجديد جايب لها شبكة زي العسل تليق بسارة وتفرح بيها. وهي الحقيقة كان باين عليها الفرحة قوي، كانت بتتنطط في مكانها من الفرحة. ده حتى خطيبها كان متوتر هو كمان وهو بيلبسها الشبكة. العريس لبسها دبلة الخطوبة والدنيا تمام خالص، بس لما جه يلبسها السلسلة كان متوتر ومش عارف يلبسها لحد ما في الآخر عرف. شبكة البلوجر الشهيرة سارة كانت بسيطة خالص، يا دوب دبلة ومعاه ختم وسلسلة. يعني حتى في شبكتها سارة كانت لطيفة ومش مكلفة نهائيا، وده اللي بسط عدد كبير من جمهورها وخلاهم يكتبوا لها تعليقات لما تشوفها هتفرح جدا هي وخطيبها. وفي نفس الوقت اللي في ناس كتبت للبلوجر سارة كلام يفرحها على حفل خطوبتها، كان في نفس الوقت اتكتب ليها كلام ممكن يزعلها من جمهورها. في عدد قليل من الناس كتبوا لسارة إنها ما كانش المفترض إنها تتخطب ولا تتجوز دلوقتي خالص، كان المفترض إنها تستنى لما تتعالج من الأزمة اللي في عينيها. وانتم عارفين طبعا إن سارة عندها أزمة كبيرة في عينها من لما كانت مع خطيبها الأولاني وقت ما حصلت معاهم مشكلة على الطريق. المشكلة إياها فاكرينها انتم طبعا، لو مش فاكرين يبقى فكركم. البلوجر الشهيرة سارة من فترة مش قليلة كانت راكبة العربية مع خطيبها الأولاني، ومرة واحدة طلع عليهم ناس وحصلت مشادة بسببها، راحت عين سارة وبعدها على طول خطيبها ده سابها. ومن يومها وفضلت البلوجر الشهيرة سارة كل يوم في تعب ما بين عينيها اللي راحت وبين خطيبها الأولاني اللي سابها. المهم إن سارة في الآخر قررت الانفصال عن خطيبها الأولاني وتفضى بقى لعلاج عينيها، وقدرت إنها تركب عين صناعية مكان اللي راحت، يا دوب تقدر تساعدها إنها تشوف شوية علشان تعرف تتعامل مع الناس والبشر. والظاهر كده إن العين الصناعية الجديدة اللي ركبتها سارة كانت وش الخير عليها، يا دوب ركبتها وربنا كرمها وسمعنا خبر خطوبتها على واحد جديد. واللي عرفنا منها بعد كده إنه مش جديد عليها ولا حاجة، ده اتضح إنه أول واحد أصلاً قال لها بحبك، وأول واحد اتقدم ليها رسمياً في حياتها. وده على كلام سارة نفسها، هي اللي كتبت كده على صورها اللي نشرتها، وقالت كمان إن الظروف هي اللي فرقتهم عن بعض أول مرة، بس خلاص رجعوا لبعض تاني. لحد هنا وأكون وصلت لنهاية الفيديو، وشفنا مع بعض أول فيديو لخطوبة البلوجر الشهيرة سارة محمد، وشفنا في الفيديو جاب لها الدهب قد إيه. انتم بقى إيه رأيكم في الدهب اللي جابوا ليها؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات.